طبعا نشكر رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي والأمين العام والمنظمة النسوية على إقامة هكذا ندوة تثقيفية رائعة للسيدات العراقيات بشكل عام عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بأي نوع من أنواع السرطانات، أنه يحتاجون دعم نفسي مثل ما تفضلتي حضرتك. هل هو فعلا أنه هي راح تنعزل عن أطفالها وبيتها وممنوع أحد يتقرب لها أو تحتك بالناس الصحيين بخصوص العلاج؟ وبرعاية جمعية الهلال الأحمر العراقي المنظمة النسوية تم إلقاء محاضرة توعوية حول الكشف المبكر على سرطان الثدي، وقد أجري فحص بجهاز الماموغرام لبعض من الحالات. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. مرحبا للجميع، إن شاء الله رب تكونوا بخير. أنا اليوم متواجدة في جمعية الهلال الأحمر العراقي برعاية منظمة نسوية عراقية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعن كيفية الأعراض والتشخيص المبكر لهذا المرض. هابي وومنز داي اللي هو يوم المرأة العالمي، مو مجرد يوم واحد، احنا كل يوم ويومنا مميز. المرأة هي أساس المجتمع وبالتالي صحتها أساسية بالنسبة لنا. بهذا الفيديو كثير من التفاصيل المهمة، كثير من المعلومات الأساسية ضروري كل سيدة عراقية لازم تنتبه إلها. راح نغطي بعض المحاضرات وبعض المعلومات اللي راح تشوفوها ان شاء الله بهذا الفيديو، ضروري تكملون الفيديو للنهايه. دكتور ساره معانا اختصاص باطنيه قلبيه، راح اتكلم معاها عن هذه اهميه الندوه التثقيفيه لجميع السيدات العراقيات. مرحبا، أنا دكتورة سارة. حبينا اليوم بمناسبة عيد المرأة ننظم حدث جدا مهم نتطرق فيه لأهمية التوعية عن سرطان الثدي واستقطاب العنصر النسوي، توصيل رسالة تثقيفية توعوية للطبقة النسوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كيفية التعامل مع سرطان الثدي، شنو الإجراءات اللي ممكن إحنا نسويها في حال حدوث أي يعني حدث طارئ أو ظهور أي جسم غريب. نحاول ننشر هذا المسج، وبدورهم اللي حاضرين أو اللي اتاحت لهم الفرصة يوصلون هذا المسج لأهاليتهم، أخواتهم، أبنائهم، بناتهم، أمهاتهم، يعني وكل أقاربهم. السبب العامل الثاني اللي احنا المفروض نركز عليه الأناث اللي هم تأخر الإنجاب مالتهم إلى بعد 30 سنة. احنا تعرفون يعني نكون صريحين، العراق زادت فيه نسبة العنوسة أو الزواج اللي متأخر، عدة عوامل احنا ما نريد نتطرق من عندها، لذلك سرطان الثدي زاد لأنه الإنجاب صار نسبة كبيرة منه بعد 30 سنة. عوامل التغيرات الهرمونية مثل الدورة، أي أنثى بدأت الدورة مالتها قبل 12 سنة أو تأخرت، إحنا المفروض سن اليأس ينتهي من 45 إلى 50 سنة، من يعبر يعني عبرت إنه 50 سنة ولحد الآن يعني العفو الدورة الشهرية ما قطعتها، هذا تعتبر من ضمن عوامل الخطورة. أهم عنصر اللي إحنا نركز عليه، يعني 90% من النساء يأخذون حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل تحتوي على مادة الأستروجين. هواية نساء يراجعونه يستعملون مصطلح إنه أكو كتلة بالثدي هي تشبه الفارة متحركة. من يقول إن هذا الوصف إحنا نطمئن المريضة بنفس الوقت، لأنه هذا يعتبر هو مادة حميدة وما تستدعي الخوف. من يكون الكتلة ثابتة صلبة متعرجة، شكلها يعني إحنا نعذر للكلمة يكون قبيح نوصفها بهذا الوصف، هذا يخلينا يعني متخوفين. الشيء اللي أهم من هذا إنه المريضة ما تشكي من أي ألم. هو حتى من يكتب تقرير، إذا حضراتكم يعني حتى لو أنتم يعني مو مختصين قراءة السونار. طبعا حاليا يسوون فحص مباشر على سيدة عراقية كيف تفحص الثدي ونفسها بالبيت، وهذا الشيء جدا أساسي وضروري، وهذا الشيء موجود. احنا من نريد نراجع يعني صراحة المفروض نتجه إلى أصحاب الخبرة. أكو شخص هو صاحب خبرة يعرف الطريق اللي دا يفوت فيه، واثق من نفسه هو ايش دا يسوي. أصحاب المجال وأصحاب الخبرة اللي احنا اتجهنا يعني اشتغلنا وياهم أو داومنا وياهم اتصال كامل للثدي، لأنه يعني صاحب الاختصاص بالسونار هيحدد موقع الكتلة وين، والجراح هيحدد المنطقة اللي هو راح يشيلها، لأنه قرار إزالة الثدي هو قرار جدا صعب. يعني حتى احنا يعني عمليا
بغض النظر عن يعني النفسي والعامل العائلي والطبي، عمليا نوقع اثنين من اهالي المريضه على هذا الموضوع. مثل ما تعرفون يعني هو انت تخسر عضو يعني فعال ومهم بالنسبه للجسم. العفو دكتورة، طبعا شكرا على المعلومات القيمة من حضرتك. أول شيء نحتاج احنا هكذا ندوة تثقيفية بالمدارس بالجامعات بالمناطق اللي تفتقر هكذا يعني نشر تثقيفي ووعي صحي. السؤال هو يعني انه كل امرأة عراقية تخاف انه تستأصل الثدي او تروح للعلاج الإشعاعي، انه تنعزل عن أطفالها. واحنا نعرف انه مرضى السرطان باي نوع من انواع السرطانات انه هم يحتاجون دعم نفسي مثل ما تفضلتي حضرتك. هل هو فعلا انه هي راح تنعزل عن اطفالها وبيتها وممنوع احد يتقرب لها او تحتك بالناس الصحيين بخصوص العلاج؟ يعني اذا ما سمعت سؤال الدكتوره انه هي كانت تقصد انه اذا المريضه وصلت ليش النساء اصلا يتخوفون يعني من هذا الموضوع بيأجلونه؟ بالمناسبه هو ما له علاقه، يعني سرطان الثدي بحد ذاته ما له علاقه، بس ممكن تأثيرات الإشعاع أو الكيموثيرابي هي التأثيرات الجانبية، بس يعني هو سرطان الثدي بحد ذاته ممكن يأثر على العامل النفسي للمرأة. صح، سوت عملية استئصال جزء من الثدي، انتم بالكم رأسا تتذكرون إنه هذا معناته ما وصل للمراحل المتقدمة لأن هي مشغلت الثدي كليته، وهذا الشيء اللي دائما يخوفني. شكرا جزيلا دكتور. الغاية انه في المستشفى مال الهلال الاحمر انه اكو جهاز الماموغرام جايبين، فانتوا اذا تعرفون اكو نساء متعففات ما عندهم الامكانيه يروحون يسوون هذا الفحص مال المامو، فيا ريت تبلغونا، تدزون الاسماء يمس تمونات تنطون الاسماء، يعني انتوا ايش قد تعرفون بس انه تكون صدق محتاجه. متابعاتي من طب بغداد، شكرا جزيلا وإن الشرف بالمعرفة. جزيل الشكر دكتورة منال، جزيل الشكر على المعلومات اللي كلش امبورتنت، جزيل الشكر على كل شيء دا تقدمي كلش مهم، سواء كان الميديكال سواء كان الناس العاديين educational بشكل عام. شكرا جزيل الشكر. استمري. كل سيدة عراقية هي طبيبة نفسها بالنهاية. سرطان الثدي ما مقتصر فقط على النساء العراقيات وإنما أيضا على الرجال. كثرة المنشطات الموجودة بالجيم وبالصالات الرياضية للرجال اللي تحتوي على استروجين مثل ما تفضلت دكتورة سارة، هذه أيضا حالات تجينا العيادات والمراكز في المستشفيات كافة، وهي حالات إصابة بسرطان الثدي للرجال. راح نجد نسمع حالات عن سرطان الثدي، عن أورام موجودة مثلا عند البنات. ليش؟ لأنه يجون بمراحل متأخرة، مثلا خصوصا عندهم تاريخ عائلي ببيتها، أختها، أمها، هذه هم تأثر، فهي تعرف إنه أكو تاريخ عائلي للإصابة بس ما تجي تفحص، فهذا يأثر على نسبة الشفاء والعلاج، يعني تأخر، على عكس اللي يجون بالبداية. اوكي، اللي يصير يعدهم نسبة العلاج والشفاء تكون اكبر. طبعا نسبة 75% نسبة الشفاء متماثلة بهذا المرض. هو مو عيب ومو شيء يعني معيب للسيدة العراقية انه يصير عندها هكذا يعني مرض، وانما شيء مهم انه تحافظ على صحتها وصحة اولادها وصحة البيت. يفضل انه الفحص يكون ما بعد وقت الحيض، لانه اثناء وقت الحيض تكون نسبة الهرمونات متغيرة واكو تغيرات بأنسجة الثدي، فبالتالي ما يبين الفحص بشكل دقيق. فيفضل بعد ايام انقطاع الطمث بفتره بايام معينه يفضل اجراء الفحص انت بالبيت او تروحين عند اي مركز او اي مستشفى يكون فحص سريري من قبل طبيب مختص، وبعدها عاد الطبيب ممكن يحولش على الترا ساوند، سونار، ماموغرام، او يحول على الترا ساوند او حتى الرنين. طريقه اجراء الفحص انت عم تشوفين نفسك بالبيت، اكو هواي فيديوهات موجوده على اليوتيوب، بنفس الوقت اكو صور توضيحيه تقدرين انت تسويها، وبنفس الوقت حتى انت تشوفين معالم جسمك كأنثى وتشوفين جمالك الطبيعي. بالنهاية أتمنى السلامة إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله ربي ما تشوفون الشر، وبنفس الوقت صحة وعافية للجميع اللي يتابعني حاليا. نشوفكم إن شاء الله بفيديو آخر بموضوع أكثر أهمية.